خلينا نبقى متفقين كده يا شباب انه في روتين ممكن اعمله وهو توب 5 نيتشز توب 5 برودكتس. بس انا النهارده جاي اتكلم في توبيك مختلف شويه. ايه المجالات اللي انا ممكن اخش فيها بس انا ببقى متيقن انه انا عشان اعملها او اخش فيها لازم اكون دارسها صح او دارس ماركتينج صح او من الاخر اعرف اجيب زبوني صح. ما عرفتش اعمل كده بلاش تخشها، بس لو دخلتها هتعد فلوس كتير. يعني هي ميزه وعيب. خلينا نشوف ونروح في الموضوع على طول من غير تقطيع وقت. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. في مجالات مربحه قوي وبتاعت كسيبه بس مش اي حد يخشها. بس وانس انك دخلت وحطيتها في دماغك واللي هو انا هخش المجال ده وهعمل فيه حاجه، مش هتعمل فيه حاجه بس هتعمل يعني هتزدهر وهتعمل منها فلوس كتير، لان نوعيه الزبون بتاعها زي ما نقول كده فييس قوي. طب ازاي يعني يا سيف؟ اول حاجه الباتس، الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة، تخيل كده واحد صاحبك عنده حيوان أليف. لو انت عندك 10 صحاب كل واحد عنده كلب، 9 منهم هتلاقي ان هو لو كلب يعني عيب بيوديه عند دكتور، انت ذات نفسك لو عييت مش هتروح عنده. فبالتالي اللي بيبقى معاه كلب ده بيبقى حاسس ان هو معاه مرفه شويه، يعني ايه اكنه اتجوز وعنده عيال، فبالتالي يعني زي ما نقول كده عنده مصروف زياده، فبالتالي بيحب يدلع. وكمان الست اللي يكون عندها كلب تبقى قاعده فاضياله بقى، خصوصا بقى لو ست كبيره. بنشوفهم بقى في الايه، انا عن نفسي بشوفهم طبعا لما بطلع اماكن زي الجونه والساحل والحاجات دي كلها، بحس ان في واحده ممكن تجيب شخصيه تعمل ضوافر للكلب بتاعها. اللي هو انا عن نفسي لو انا فتحت بيزنس بتاع باتس بيوتي سنتر هكسب بوم. بس الفكره كلها انا هعرف اجيب الست دي ازاي. عملنا قبل كده بات ستور، بس الفكره كلها انه اهم حاجه نصيحتين في اللي هتخش المجال ده. اول حاجه تلعب على العاطفه جامد قوي في الويب سايت. انت بقى بتحارب الكلاب اللي مش عارف ايه واحنا بنساهم مش عارف فين، واباوت اس عن الكومباني ان انتوا عندكم شلتر مأوى للكلاب. وبص عيش العب على قلوب البني ادم، لانه الانسان اللي بيجيب حيوان اليف بيبقى عنده الغريزه العاطفه عامه بتبقى عاليه شويه غير اي انسان عادي. طيب النصيحه الثانيه، لازم يكون معاك ماركتير شاطر، حد بيفهم انفلونسرز ماركتنج كويس جدا، او حد بيفهم ادز كويس جدا، او حد كان عنده ستور واداك الداتا بتاعته، اداك الايميلات بتاعته تبتدي ان انت تشتغل عليها. غير كده هتتعب شويه. وغير كده كمان لو انت مش معاك الاثنين دول يبقى جهز نفسك في بادجت كويس مش اقل من $3000. طب هل عمليه مربحه يا سيف؟ يكفيني ان انا اقول لك ان انا يعني من ضمن الستورز كتير انا فتحتها كان ستور كان الافريج اوردر فاليو بتاعه $360. يعني الواحد بيخش يشتري حاجات على الاقل بمتوسط $360 وبروفيت مارجن مش اقل كان من 50%. فالفكره كلها ان الواحد بيخش بيحس ان هو وكمان الكلاب حاجتها مش متوفره زي بتوع البني ادمين. ده اول حاجه. تاني حاجه الست اللي بيبقى عندها كلب او الراجل اللي بيبقى عنده كلب بيبقى برضه ممكن يكون مشغول عنه، فبيبريفير الاونلاين. شفتوا احنا دارسين السايكولوجي بتاعت صاحب الكلب ده ازاي، بس عشان اعرف اجيب ده، عشان اعرف اجيب بني ادم ده يخش عندي في الويب سايت هتكلف. خدنا وقت كتير، بس ده المجال فعلا لانه بيتماركت كتير وناس بتخش وبتخسر فيه. بس الفكره كلها انه هو مش فاهم المجال اللي هو داخله ده، مش فاهم ان هو يبقى كان مربي حاجه قبل كده بس مش فاهم المجال ده في الماركت عامل ازاي. ده اول حاجه. تاني مجال ده بقى يا ما في ناس اتكلمت عنه، وهو ايه؟ البرنت اون ديماند. برنت اون ديماند ان انت بتجيب تي شيرت وتعمل عليه ديزاين وتبعته. من كتر ما الحاجه بقت سهله اتملت مجالات كتير، خصوصا اللي بيخش المجال ده ممكن يبقى في الغالب ديزاينر، والديزاينر مش ماركتير، والماركتير مش ديزاينر. فبالتالي لو انت جرافيك ديزاينر وعايز تخش برنت اون ديماند وعارف كويس قوي ان انت هتعمل حاجه، اول حاجه نصيحه في المجال انك تشوف انت هتبيع في بلد فين الاول. يعني ما ينفعش، يعني كان عندي يعني صديقه كلمتني تقول لي يا سيف انا عايز اعمل برنت اون ديماند للحاجات العربيه، ميرش عليه كتابه عربي،
هيتباع في دول اجنبيه، انت كده بتنافس مع براند مرعب زي سوبريم. هو من الوحيد اللي عملوا كده بشكل هستيري في الاول. وانت بتخش اللي بيشتري اجنبي، واحد بيشتري تيشرت عليه لغه عربيه بسيطه، بيحطك في مقارنه مع سوبريم. ولو حطك في المقارنه مع سوبريم هتكسب. ولو قلت لك ازاي تكسب سوبريم ابقى بكذب عليك. فالفكره كلها انك مش الحل انك تخش المنافسه دي اصلا، ما تشوف لك اي حاجه تانية تتعمل. فالفكره كلها لازم تبقى معاك ماركتير جامد، لان جزء من الماركت ريسيرش اصلا. فبالتالي تفهم كويس قوي ايه الديزاينز الناس تشتريها دلوقتي. يعني كان في ستايل في 2019 كان المينيمال، الحاجات البسيطه قوي دي كانت شغاله. دلوقتي بقى الحاجات مثلا في مصر بقت شغاله الهوديز والحاجات بتاعت الديزاينز والكلام ده. الكلام ده يا جماعه انتهى في الدول الثانيه من 2017 و2016. احنا وصلنا للترند ده متاخر، ولحد دلوقتي احنا في الصيف اهو في ناس بتعمل هوديز برضو. يعني هم برضو بيعملوا احنا ترند، طب احنا هنعمل برضو، طب احنا في الصيف برضو هنعمل برضو. فالفكره كلها انك تعرف تريسيرش انت هتنزل في اني ماركت. فبالتالي ما ينفعش انك تخش وانت مش دارس كويس، خصوصا ان اي حاجه بيزد على طلب والطلب فيها عالي، يبقى كده انت معاك سبلايرز مرعبين، لانه خلى الجمهور يعني يتطلب السلعه دي. فانت بالتالي لو هتخش وتلبي احتياج الطلب ده لازم تبقى على قده، لازم تبقى بكبره. يعني ما تعمليش ويب سايت وفي 2 ديزاينز وبتاع، لا، لازم يبقى براند وفوتو سيشن وكونتنت مرعب، سوشيال ميديا مرعبه، تدي جيف اويز في الاول، تصيط نفسك جامد، تعمل بروباجندا، تقفش ترند تعمل عليه ديزاينز. يعني يبقى الفكره كلها انك لما تعرف تمسكه كويس، تمسك الترند ده كويس. فده بالنسبه لتاني مجال. تالت حاجه النيتش تبع البارتي، سواء بارتي اندور او اوت دور. نظام الحفلات، الناس اللي بتعمل حفلات مش منتشر قوي، والناس اللي بتعمل حفلات دي مش ناس فقيره، مش ناس، لا، ناس نزيهه، ناس بتعرف تفرح. فبالتالي بيتطلبوا الناس بتروح حفلات الكالرز والكلام ده والحاجات اللي تحط على الوش والكلام ده كله. طب انت ملتزم بايه؟ لازم يكون معاك سبلاير جامد. ده اول حاجه، ده في السيت اب بقى، لانك ملتزم بديدلاين. الحفله دي مش هتتعمل على الطلب بتاعك، لا، انت اللي معمول على الحفله دي. سواء بقى واحده عامله بارتي في البيت فجايبه لك فانت عامل لها كل حاجه، اللايت سيستم والجاذرينجز والحاجات دي كلها، تبقى انت سريع فيها. الحاجه اللي بعد كده، الناس زمان كانوا بيحتفلوا بحاجه، كانوا اصولهم حاجه، ودلوقتي بقى حاجه تانية. دلوقتي مثلا بيشتغلوا ان هم لازم يجيبوا اضاءه بشكل معين، لازم يجيبوا حاجات بشكل معين. وانا كمان ما بنصحش او انا ما بدفعش ناس حتى تبيع حاجات مستلزمات الكحوليات او الكلام ده كله، لا. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انك برضو تخليك في السيف سايد. كل حاجه ليها علاقه بالبرانش، بالدينر، بالبارتي دينر، كل حاجه. وكمان الناس اللي بتطلب الحاجات دي بيبقوا في الغالب صحاب اماكن، فبيطلبوا كميات كبيره، او حد مش بيجيب لنفسه، بيجيب ليه ولاصحابه. فالفكره كلها ان مستلزمات الحفلات بتتجاب بكميات. فده لو انت عرفت تجيب الشخصيه دي هتجيب منك كتير، هتاخد من عندك كتير. رابع مجال يا جماعه هو مستوحى من اللي قبليه بس على شكل احسن شويه، وده من ضمن الحاجات اللي اوت دور سيت اب. وده هنيجي شويه للهاي تيكت. الاوت دور سيت اب للبيكنيك، سواء شوايات، قعدات بره، مفارش للاوت دور، هيترز، كولرز. الحاجات دي يا جماعه بتتباع. الناس اللي بتهتم بالاوت دور بتجدد، وبره مش اللي هو بيقعد يعرض الحاجه على الانترنت ويبيعها، لا، ده بيرميها ويجيب غيرها، يرميها ويجيب غيرها، بيشحتوا. الحاجات اللي بتنظف الجناين، الحاجات اللي بتسقي الجناين، كل حاجه ليها علاقه بالجنينه اللي في البيت وانت عايز تبيعها، اللي هي تحت مسمى الهوم اند ديكور. بس الاوت دور مرعبه خياليه. وهديكوا على حاجه كنت ناوي اقولها، من ضمن السكرين شوت اللي اتعملت كانت من ضمن البرودكتس دي. وكمان بالنسبه لي هاي تيكت ده يعني اوردر او 5-6 اوردرات ممكن يعيشوك الشهر، انت كدروب شيبر مستريح جامد. اللي هو 4-5 اوردرات، الاوردرات دي كلها $5,000-6,000، انت كسبان منهم فيهم 2,400. انت شكرا. $6,000 عشان اجيبهم بنيتش ستور عادي او بمونو برودكت، انا ممكن ابيع 80 ولا 90 قطعه، 80-90 زبون، 80-90 مشكله. انت هنا عندك 6 زباين ب6 مشاكل. شايفين الفرق؟ فبالتالي لو انت مش ماركتير ومعاك بادجت، النوعيه دي مش هتنفع معاك. خامس حاجه وعمرك ما هتتخيلها هو الفيشنج سبلايز. الناس الصيادين بره
بيكسبوا جامد، فبالتالي بيصرفوا على معداتهم قوي. والناس اللي بتبيع الحاجات دي ما بيبيعوش قطعة ولا قطعتين، لا بيبيعوا، لان في ناس بتطلع رحلات دي يعني هو بيشتري اكسسوارز للصيد والكلام ده كله، حاجات تخزين فبالتالي بيقول لك ايه شايف هات لي 30 قطعه من ده. فبالتالي الفيشنج سبلايز اي حاجه تحس ان بتعزل البني ادم عن الحياه بيروح يمارسها ويرجع تاني، زي مثلا اقول لكم على حاجه زي الادفنتشر سبلايز بتاعه الغابات والكلام ده كله. الحاجه اللي واحد لما بتعمل نيتش ستور بيعمل الموضوع ده، بس الواحد ما يخش يجيب حاجه ويطلع، بيخش يلم بضاعه كده ويتكل على الله. نفس الموضوع، كل واحد بيعزل حياته وبيحتاج مستلزمات ليها في العزله بتاعت حياته دي. انت لو بعت المستلزمات دي بياخد منك كتير. ده مش داخل ياخد حاجه، مش راح يجيب منشر غسيل مثلا وهو في الغابه، لا طبعا ده بيجيب منك خيمه ومثبت للخيمه وجزمه للتخييم وجاكيت بالهيتر وحاجه بتحفظ الاكل وحاجه بتحفظ الشرب، كل الكلام ده. خصوصا كمان انه لو حتى اشتري منك قطعه واحده بتبقى اول مره بس، بعد كده تلبيت احتياجه بشكل مره وعششت في دماغه. انت بالنسبه للراجل ان هو بيمارس هوايه، هو مش بيمارس وظيفه مثلا عشان ده كده يجيبها. انا مش ببيع حاجه بتاعت لابتوب مثلا هو هيبتدي يشتغل عليها مره وخلاص، لا دي حاجه هو بيحبها وبيهويها. فبالتالي كل ما هيحب انه يمارس هوايته هيجيلك، وده غريزه عنده يعني مش مستحيل يكرهها. فبالتالي الحاجه عشان اوصل فيري نارو يعني اودينس ضيق جدا، مش اي حد في مجتمع بيبقى صياد. فبالتالي عشان اعرف اجيبه يديني اعز ما يملك عشان يبتدي يشتري منتجاتي. ده حاجات انت لو عايز تخش تلعب على كبير او كنت بتلعبها على صغير وعايز تلعبها على كبير، المجالات دي مناسبه ليك. اشوفكم على خير، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا فعلا وعرفتوا طريقكم انتوا ممكن تخشوا في ايه بعد اللي انتوا فيه، او لو هتخشوا تلعبوها على كبير تخشوها فين. ودي ال5 مجالات اللي اتكلمنا عنهم. اشوفكم على خير، ما تنسوش تتابعونا على كل السوشيال ميديا خصوصا الفري جروب وطبعا الانستجرام. اشوفكم على خير، شكرا.